يقول أن الله عز وجل أول ما خلق الجبال تهورت الملائكة من عظم هذا الخلق، فقالوا يا ربنا من أعظم هذا أعظم خلقك، فأنزل الله الحديد. الحديد منزل وليس مخلوق، فأنزل الله الحديد، ثم بعد ذلك هذا الحديد كسر الجبال، فقالوا يا ربنا إذا الحديد هذا أعظم خلقك، فخلق الله النار فصهرت الحديد، فقالوا إذا النار هي أعظم الخلق، فخلق الله الماء فأطفأ النار، فقالوا إذا الماء هذا هو أعظم خلقك يا رب، فخلق الله الريح فبعثرت المياه، فقالوا إذا الريح هذه ما في أقوى منها ولا أعظم منها، فخلق الله الإنسان، فلما خلق الله الإنسان توقع من الريح، يعني بنى الجدران وبنى المباني وتمسك واستطاع أن يتجاوز محنة الريح، فقالوا إذا ليس هناك أعظم من الإنسان، فخلق الله النوم، فإذا بذلك الرجل الصحيح القوي النشيط ينهد كالجثة الهامدة، فكان النوم أقوى من الإنسان، فقالوا إذا النوم هو أعظم جند الله وأعظم ما خلق الله، فخلق الله الهم فطير النوم، فليس هناك أعظم ولا أخطر ولا أشنع من الهم.